ويا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد لليوم. بتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية وانتوا قاعدين بتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم في عنا وصفة رمضانية رائعة، حلا كاسات السميد، منعشة وكتير طيبة، وكمان أكتر من هيك وهيك كتير سهلة في التحضير وكتير منعشة لشهر رمضان المبارك. يلا معي على المطبخ. بقلاي أو طواي رح أنزل بكمية الزبدة المذكورة، طبعا المقادير كلياتها بإذن الله تعالى رح تكون تحت الفيديو. رح أدوب الزبدة تدريجيا، أنا هون مستعملة زبدة حيوانية ويفضل إنها تكون زبدة طعمتها طيبة عشان تعطينا طعم طيبة لهذا الحلا الرائع. رح أستعمل هون السميد، والسميد نوعية السميد اللي أنا مستعملاها مو ناعم، سميد متوسط، لا هو ناعم ولا هو خشن، عشان كمان يستوي معي ويعطيني طعم كتير طيب لهاي الوصفة. إذا أنتوا لاحظتوا أنا نزلت السميد قبل ما الزبدة تدوب معي، عشان ما بدي الزبدة تغير لونها مع الحرارة مباشرة قبل ما أنا أنزل السميد، لأنه أنا هون عم بشوح تشويح السميد لازم يتغير لونه ويعطيني هذا اللون الذهبي الرائع زي ما هو ظاهر عنا خلال الشاشة. شايفين ما شاء الله اللون التحميصي ولا أروع من هيك. النار تكون متوسطة، طبعا ريحة الزبدة مع ريحة السميد تاخد العقل بقلب المطبخ. هذا هو القوام اللي أنا بدي إياه. لو تركنا السميد بنفس درجة اللون الطبيعية ما رح يعطيني الطعم الطيب. رح أضيف هون السكر وأرجع أحرك عبال ما السكر عندي يبدأ يتكرمل. السكر يكرمل السميد ويتكرمل مع بعض ويعطيني طعم كرملة كتير طيب. شايفين هي خطواتها جدا بسيطة للوصفة، ممكن بنفس تكنيك الخطوات هاي كلياتها بدل ما أنا أستعمل أكياس كاسات تقديم فردية، ممكن أستعمل صواني تقديم جماعية، صواني كبيرة، وأعمل فيه هذا الحلا وأقدمه على سفرتي بشهر رمضان المبارك. أو كمان ممكن أقدمه بميني كاسات صغيرة إذا كان عندي ضيوف. رح أنزل هون بالمي تدريجيا، ما تنزل بالمي كمية المي مرة واحدة، لأنه عنا هون السكر عندي تكرمل وصار بدرجة حرارة الغليان، ويفضل المي لما أنا أنزلها تكون مي ساخنة عشان ما يطرطش معي أو السكر عندي يرجع يسكر عندي ويصير كتلة واحدة. استمر بعملية التحريك على نار متوسطة عبال ما حبات السميد عندي تتفتح وتشرب السائل الموجود اللي هو صوص الكراميل اللي نحن كوناه شوي شوي، وما نكون معلين النار عشان بدي أنا هون حبات السميد تتفتح معي. بهاي المرحلة بعد ما شربت كمية المي والكراميل اللي نحن طبخناه، رح أضيف هون نص كاس من الحليب ونص كاس من الكريمة أو كاس كامل من الحليب. أنا بفضل نص كاس من الحليب ونص كاس من الكريمة عشان يعطيني طعم كتير طيب ويعطيني دسامة لهذا السميد الموجود معي ويعطيه طعم كريمي رائع. رح أتركه ينطبخ على النار عبال ما أنا أحس حبات السميد عندي تفتحت بشكل كافي، يعني بياخد معي على النار بحدود 10 دقايق ككل بعملية الطبخ. بتشبه شوي طبخة اللي هي المامونية لأهلنا في سوريا، بيعملوا حلا اسمه حلا المامونية للفطور، هذه شوي بتشبهها نوعا ما، يعني كطبخة أو كلبخة المرحلة الأولى. هون وصلت للقوام اللي أنا محتاجاه، هذا هو القوام المطلوب. بهاي المرحلة بكون أنا حضرت كاسات التقديم، ورح أنزل بالخليط السميد بقلب كاسات التقديم. بعبي تقريبا تلت الكاس الموجود معي، ما بعبي الكاس كامل. رح أستمر بهاي الخطوات عبال ما أخلص كل كمية الخليط الموجود معي. وبنفس التكنيك هذا ممكن أنا أقدم صينية فردية كبيرة بسعة 24، أو كاسات تقديم فردية صغيرة كمان إذا كانت عندي عزومة رمضانية بتاخد معي بأشكال كتير حلوة في طاولة التقديم. رح أرتب سطح السميد الموجود معي بالطريقة هاي، أملسه وأضغط شوي عشان لما يبرد ياخد القوام اللي أنا بدي إياه بشكل مرتب، لأنه رح تيجي فوق مهلبية ماء الورد أو مهلبية ماء الزهر، نحن من نكهة نقدر نلعب فيها زي ما نحن بدنا. وهيك رح أحطهم بالبراد. رح أنزل بالحليب، كمية الحليب الموجودة معي، أنا هون مستعملة حليب كامل الدسم، ورح أنزل بكمية السكر، وهون كمان كمية النشا.
راح أحرك كل الخليط الموجود معي على البارد قبل ما أنا أشغل النار، عبال ما أتأكد إنه النشا عندي داب تماماً. بعدين بشغل النار على درجة حرارة متوسطة وأستمر بعملية التحريك عبال ما أخذ مهلبية كريمية ولا أروع من هيك. هون قوام المهلبية كلياتنا بنعرفوا إنه يكون قوام كريمي يتقل، تصير ضربات الويسكي الموجودة عندي أو المضرب اليدوي تظهر عندي على الخليط، بكون هون صار معي جاهز. وبنزل المطيبات اللي أنا حباها، ممكن أستعمل ماء ورد، ماء زهر، ممكن أستعمل المستكة، ممكن أستعمل خيوط الزعفران المنقعة بماء الورد أو ماء الزهر. أنا هون استعملت ماء الورد اللي هي النكهة الأساسية اللي أنا حابة تكون لحلا الكاسات اليوم. وبطفي النار مباشرة وببدأ عملية سكب المهلبية. شوفوا هذا هو قوام المهلبية، قوام كريمي. وما تنسوا إنه المهلبية لما تبرد بالبراد رح تجمد معي كتير. فأنا هون رح أبدأ أعبي الكاسات الموجودة معي وأخلي مساحة للتزيين، والتزيين هون برجع لإلنا حسب رغبتنا. بعد ما أنا أعبي كل كاسات التقديم الموجودة معي بتركها بدرجة حرارة الغرفة تبرد تماماً. بعدين بدخلها البراد قبل التقديم بساعتين، ومنزينها بالموجود اللي عنا. طعمتها صراحة خرافية، بتبرد على القلب، من الحلويات اللي عن جد مميزة بشهر رمضان. وأكيد من غير أي نقاش الشيف روزانا قدمت لنا حلا رمضاني مميز، العوامة الذهبية الرائعة. ما شاء الله عليك يا شيف روزانا، قرشتها بتاخد العقل ولونها بياخد العقل والطريقة كمان بتاخد العقل. رح تلاقوا الرابط تحت في صندوق الوصف، روحوا زوروا القناة. وهون التزيين أنا زينتها بكريم الجبن أو كريم شانتيه حسب رغبتنا، ومنزينها بالمكسرات. وكلوها ألف صحة وهنا على قلوبكم وقلوبنا. بتمنى منكم بهاي الأيام الفضيلة ما تنسوا الدعاء وتكثيف الدعاء لأهلنا في فلسطين وبالذات في قطاع غزة. اللهم يا رب افرجها عليهم، افرجها على كل أمة سيدنا محمد. إن شاء الله تكون أيام مباركة علينا وعليكم. أترككم بأمان الله. السلام عليكم.